معايا برضو فكرة حلوة اسمها ايه، لحالة كده نعمله في 10 دقايق، ملوش اسم يعني. اوكي، هنجيب هنا بسكوت اوريو وبغطسه في اللبن وبحطه في المضرب بقى. بصوا، حطيت كوباية لبن عليها باكت كريم شانتي، باكت كريم كراميل، وعليها كريم شانتيه. تمام. قدها برضو، باكت قدها، قد بتاع الكريم كراميل، عشان ده كبير شويه فاخدت نصه بس. اوكي، وهضرب على اعلى سرعه لغايه ما يعني بصوا كده، هضرب. بصوا يا جماعه، الوصفه دي لقيتها على النت برضو. تمام. ده بسكوت اوريو مغطساه في اللبن وحطاه، وبعدين هنا ده معايا كوبايه لبن عليها باكت كريم شانتيه، عشان انا معايا باكت كبير شويه فاخدت نصه، وعليها باكت كريم كراميل. المفروض ان انا هنزل كده. تمام، مش عارفه هينزل ازاي بس هينزل يعني. هنزل اخد نصه. تمام، احطهم بقى واسويهم، بعد كده احط طبقه تانية هي عامله من بسكوت عادي، بس انا بصراحه البسكوت العادي مش بيعجب الولاد، فانا هحط بسكوت اوريو برضو. بس خلاص، حطيت الطبقه اللي هو النص الاولاني. تمام، وحطيت الطبقه التانية بقى من الاوريو. اوكي. وبعد كده بقى هحط 4 معالق 4 معالق كاكاو خام على الخليط، وهضربه واحطه على الوش. ممكن اجرنش باوريو او بشوكولاته. مش عايزه اقول لكم شكلها تحفه. بصوا طعم الخليط ده تحفه تحفه تحفه، اللي هو اللي احنا عاملينه ده يعني. فعلا جميل قوي قوي. حطيتها ساعه في الفريزر، وطلعتها وهقطعها بقى مش النهارده. ماشي، بحاول ادوق برضو. انا مجرنشاها هي الوصفه معموله باوريو بس انا حبيت احط شويه شوكولاته يعني، وهي بصراحه طعمها يعني الخليط ذاته طعمه حلو، واوريو احنا عارفين ان طعمه حلو، فهي اكيد هيبقى طعمها جميل ان شاء الله يعني. اول ما ادوقها بقى هقول لكم يعني. بس هي من الشكل كده طعمها خزعبلي. انا طبعا بتاعه الليل واخره يعني، تلاقوني دايما بصور لكم كده بالليل و ما علينا يعني.